في جو من الهدوء الحذر. مجموعة من الطلاب صحيح أغراب عن بعض، وكل واحد فيهم من مكان وطبقة اجتماعية مختلفة، لكن جمعتهم صداقة قوية. ومن داخل أكاديمية الشرطة الكورية كمان ربطهم حب بلادهم والشغف ونشر العدالة. لكن للأسف الهدوء ده ما بيستمرش كتير، وبتنقلب الأحداث رأساً على عقب لما بتتقاطع مبادئهم ودراستهم مع قضايا المجتمع. فبيقرروا إنهم مش بس أصدقاء في الأكاديمية، لأ، هيبدأوا في مواجهة الفساد كمجموعة مع بعض، في مزيج من المفاجآت والأحداث اللي هيكون منها الصادم اللي ما كانش حد منهم يتوقعه نهائياً. روكي كابز. بتدور أحداث المسلسل في جو من الغموض والتشويق. المسلسل كان من مميزاته إنه جمع ما بين 2 ستايل مختلفين. الأول ستايل الهاي سكول والصداقة ومشاكل الطلاب اللي بيواجهوها في أي جامعة، أما الستايل التاني فكان زي ما بنقول الجزء الجد من الأحداث اللي كانت كلها مفاجآت وأحداث هتشدك وهتخليك تفكر مع الأبطال في حل خيوط الجرائم اللي بتحصل حواليهم اللي كانت كلها أسبابها مبهمة. المسلسل من بطولة النجمة تشاي سوبان اللي من أشهر أعمالها كان مسلسل I'm Not Rebel، وبيشاركها البطولة النجم والمغني الآيدول كانج دانيال. كمان المسلسل اتعرض حصري على منصة من منصات المشاهدة الشهيرة، واللي كمان كانت مشاركة في إنتاج المسلسل. المسلسل مكون من 16 حلقة، فلو عجبتك قصة المسلسل وشفته أو لسه بتفكر تشوفه قلنا رأيك في الكومنتات، وتفعل الجرس وتعمل لايك والسبسكرايب علشان تتابع أول بأول كل جديد من ترشيحات بيهايند. معايا أنا دعاء إبراهيم.